كنا عملنا قبل كده قوايم عن افلام جايز تكون وحشه لكن بحب اتفرج عليها، وكنا عملنا قايمه عن افلام جايز تكون ممله لكن ممكن احب اتفرج عليها، وكنا عملنا قايمه عن افلام كان ممكن تكون احسن لكنها اتظلمت. كل الحلقات دي هتلاقي اللينكات بتاعتها في الكومنتات تحت. يا ريت بقى وانت نازل تشوف الحلقات دي تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لان الموضوع ده مهم جدا علشان تدعم القناه. في انواع كتير من الافلام، لكن حقيقي في افلام بتبقى وحشه جدا 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 لدرجه ان هي ما تتشافش، افلام وحشه بشكل مش طبيعي. ومعانا في قائمه النهارده 5 افلام، وندخل مع اول فيلم معانا منهم وهو فيلم سبوبه. فيلم سبوبه صدر عام 2012 وتقييمه على cinema.com هو 5.2/10. الفيلم من اخراج بيتر ميمي، وده كان اول اخراج حقيقي ليه، ومن تاليف بيتر ميمي طبعا، ومش محتاج اقول لكم ان الفيلم ماخوذ عن فيلم اجنبي عشان بس ايه يبقى الدنيا واضحه يعني. الفيلم من بطوله احمد هارون ورندا البحيري وضياء المرغني وخالد كمال وخالد حمزاوي وايمن بشاري. الفيلم بيحكي عن سيد الغريب اللي هو ضياء المرغني وبنته الأميرة اللي هي رندا البحيري. شوف الميتافور، الاتنين دول بيقودوا تشكيل عصابي خطير جدا. التشكيل ده بيقرر انه هيسرق احد البنوك في اطار من السرية والغموض الشديد لدرجة ان مفيش حد فيهم يعرف اسم التاني. هم مسمين نفسهم اسماء الوان، الابيض والاحمر والاشقر والبني، علشان محدش فيهم يعرف التاني. ولكن الامور بتبدا تتفجر لما واحد منهم اللي هو الاشقر يتجن في عقله ويعمل كارثه جوه البنك اثناء السرقه، وده بيؤدي لان العمليه تبوظ وبنكتشف ان في ما بيننا خاين وبنحاول نعرف هو مين. الفيلم جايز قصته تكون مكررة وجايز تكون ظريفة إلى حد ما، ولكنها بكل تأكيد وحشة. الفيلم فيه أداءات تمثيلية صعبة جدا ووحشة جدا من الجميع تقريبا. الفيلم نهايته مش مفهومة، زائد إن أحداثه كلها بتتسم باللا منطقية. وبكل تأكيد الفيلم ده واحد من أوحش الأفلام اللي ممكن أي حد يشوفها في حياته، مش بس لأنه مقتبس اقتباس شديد وفج جدا، لكنه كمان متنفذ وحش قوي. والفيلم التاني في قائمتنا النهاردة هو فيلم هجوم منتصف الليل. فيلم هجوم منتصف الليل صدر عام 2012 وتقييمه على cinema.com هو 3.3/10. الفيلم من إخراج إسماعيل جمال ومن تأليف إسماعيل جمال برضه، وهو من بطولة محمد أحمد ماهر وحسام الجندي وإنجي عبد الله. الفيلم بيحكي ببساطة شديدة جدا عن واحد ومراته لسه داخلين بيتهم، لسه متجوزين طازة، بيجي لهم زيارة من أخت الزوجة وجوزها، وهي زيارة الحقيقة في ميعاد غريب يعني ده ليلة دخولتهم المفروض. المهم إن أثناء وجود ال4 أشخاص في البيت اللي هم الزوج والزوجة وأخت الزوجة وجوز أخت الزوجة، إيه التعقيد ده؟ في عصابة بتدخل وراهم البيت علشان تحتجزهم بغرض السرقة، ومن هنا بتبدأ أحداث فيلمنا. الفيلم ده كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى يا جماعة. الفيلم ما فيهوش حاجة صح، لا قصة مكتوبة صح ولا تمثيل عقلاني ولا منطقي ولا وحش حتى، ده تمثيل مجاش أصلا، ولا بوستر معمول حلو ولا أي حاجة، ما فيهوش أي حاجة. الفيلم ما فيهوش أي حاجة صح ولا حاجة واحدة. الفيلم فيه واحد من أغرب ردود الأفعال اللي أنا شفتها في حياتي، لما واحد بيلاقي ان صاحبته بتخونه مع واحد صاحبه، فكل اللي بيعمله انه بيقف وبيعمل كده: العشاء فين؟ عايز اكل. فبكل تأكيد ده فيلم وحش جدا، وبكل تأكيد ما مستحيل اشوفه في حياتي تاني اساسا. والفيلم الثالث في قائمة النهاردة هو فيلم حفلة منتصف الليل. التاني كان هجوم منتصف الليل، ده حفلة منتصف الليل، والظاهر ان منتصف الليل في حاجة غلط يعني. فيلم حفلة منتصف الليل صدر عام 2012 وتقييمه على cinema.com هو 5.8/10. الفيلم من اخراج محمود كامل ومن تأليف محمد عبد الخالق، وهو من بطولة رانيا يوسف ودرة وأيمن الشرقاوي وأحمد وفيق ورامي وحيد، وكرو الحقيقة مش وحش يعني، كرو ما اقدرش ادعي ان هم ناس يعني ملهاش فيها يعني، لا ليها، وبسبب ده هنستثني الأداء التمثيلي لأنه ما كانش بشع، لكن كل حاجة تانية بقى كانت بشعة الحمد لله. الفيلم بيحكي عن شهد اللي بتعمل حفلة في الفيلا بتاعتها وبتدعو أصدقائها وأصدقاء جوزها وأصدقاء الحياة كلهم، وأول ما بيخشوا بيتفاجئوا بحاجة غريبة جدا بتحصل لهم جوه الفيلا، وهي إن شهد بتحتجزهم كلهم علشان تعرف مين الست اللي بتخونها مع جوزها. الست دي المفروض واحدة من معارفها أو أصدقائها، والمفروض إن هي موجودة في الحفلة، فهي بتحتجز كل اللي في الحفلة علشان بقى تبدأ تستجوبهم وتعرف منهم مين الست اللي بتخونها مع جوزها. والله كبرت الموضوع جدا يعني، كان ممكن تطلبي الطلاق وخلص الموضوع على كده. هتفرق معاكي يعني كان بيخونك مع هل يعني الموضوع برستيج او حاجه؟ ما اعرفش.
الفيلم طبعا سيء جدا جدا جدا، تنفيذه وحش قوي، انتاجه ضعيف جدا. معرفش الحقيقه ليه ممكن النجوم دول او الممثلين اللي المفروض ان هم كويسين دول يلجأوا لان هم يعملوا فيلم زي ده. لكن ممكن نبرر ده بان الفيلم ده نزل في وقت يعني كانت السينما فيه راكده شويه، سنه 2012 بعد الثوره، وكانت يعني الناس كلها بتحاول تشتغل في اي حاجه وخلاص، فممكن يعني. لكنه بكل تاكيد فيلم وحش وما انصحش اي بني ادم في الدنيا انه يشوفه. الفيلم اللي بعد كده معانا هو فيلم الهاربتان اللي نزل عام 2010. فيلم الهاربتان تقييمه على cinema.com هو 4.2، وهو من اخراج وتاليف احمد النحاس. وبكده يبقى عندنا في القائمه دي 3 افلام المخرج بتاعهم هو نفس المؤلف بتاعهم، واتمنى ان ده يكون علامه ان دي حاجه ما تنفعش ومش حلوه ومش كويسه، خاصه ان احنا 3/4 المخرجين اللي عندنا ما بيعرفوش يكتبوا، فما فيش داعي يعني. الفيلم من بطوله نرمين ماهر وريم البارودي وهياتم وهشام عبد الله وسمير صبري ومحمد عبد الحافظ. الحمد لله يعني كرو كله يعني ما يعلم به الا ربنا. والفيلم بيتكلم عن بنتين صحاب من اسكندريه عايزين يتشهروا ويتغنوا باي شكل من الاشكال وعايزين يحسنوا من معيشتهم، فبيقرروا ان هم يلجأوا للحل الاسهل طبعا في الحياه واللي كلنا عارفينه، ان هم يعني يبقوا رقصات، يبقوا مغنيات، يبقوا استعراضيات، يبقوا اي حاجه في المجال ده يعني. فبينزلوا القاهره وبيقابلوا مخرج بيحاول يراودهن عن نفسهن، ولكن هم بيرفضوا. ومن هنا بتبدأ أحداث الفيلم لما واحدة منهم بتنزل اسكندرية تاني والتانية بتفضل في القاهرة. الفيلم مبدئيا لمن هم فوق ال 21 سنة، نظرا لأن هو كله ناس قلعة معرفش ليه. ثانيا الناس اللي فوق ال 21 سنة دي بقى لو اتفرجوا عليه هيتعبوا نفسيا جدا، فبلاش يعني، ملوش داعي حقيقي. الفيلم وحش جدا، أداء كارثي من نرمين ماهر وريم البارودي. أساسا أنت تحس إن ريم البارودي ونرمين ماهر عملوا الفيلم ده وهم أساسا يعني بينفذوا الفكرة اللي فيه، إن هم داخلين يقلعوا وداخلين يعملوا مشاهد ملهاش لازمة وداخلين يلبسوا لبس ملوش لازمة عشان يتشهروا وخلاص. فحاجة كده يعني برضو إيه مش عارف بصراحة ربنا حاجة زي دي اتعملت ليه يعني. والفيلم الأخير في قائمتنا النهاردة هو فيلم سالم أبو أخته. فيلم سالم أبو أخته نزل عام 2014 وتقييمه على cinema.com هو 5.4، وهو من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد حمدي. والفيلم من بطولة محمد رجب وحورية فرغلي وأيتن عامر ومحمد الشقنقيري وريم البارودي برضه. طيب نتكلم بقى شوية عن أفلام محمد رجب. يا جماعة محمد رجب بشكل عام أعماله وحشة، يعني لو أنت لقيت حاجة لمحمد رجب ما تسيبهاش، لأن هي عادة هتكون وحشة. يعني في حاجات كانت حلوة زمان أيام ما كان بيحاول إن هو يعمل حاجة، لكن مؤخرا يعني تعال نشوف كده آخر كام حاجة عملها، آخر كام فيلم بالذات يعني، بيكيا وصابر جوجل والخلبوس وسالم أبو أخته ومحترم إلا ربع، وكل دي حاجات وحشة، أفلام وحشة فعلا يعني، أفلام ما فيهاش حاجة كويسة. لكن سالم أبو أخته هو أسوأهم بكل تأكيد. يمكن في الأفلام التانية حاول يعمل حاجة، يمكن حاول مجرد حاول يعني إن هو يعمل حاجة، لكن سالم أبو أخته هو الفيلم الأسوأ والأوحش في مسيرة محمد رجب على الإطلاق. الفيلم بيحكي عن شاب فقير اسمه سالم بيعمل بائع متجول ومتحمل مسؤولية أخته، فعشان كده مسمينه سالم أبو أخته. المهم ان هو واقف في السوق بيبيع ملابس داخليه ومش عارف ايه، وما تسالنيش تشمعنى ملابس داخليه يعني، انما لازم علشان ده محمد رجب يعني. بيجي له ظابط يغلس عليه اللي هو محمد الشقنقيري وبيقلب حياته جحيم، وطبعا وكعاده افلام محمد رجب يعني لازم بيعود في الاخر وينتقم ويدغني ويدوس عليه برجليه وحاجات كتير كده علشان ده محمد رجب يعني. الفيلم بكل تأكيد هو واحد من أسوأ الأفلام اللي شفتها في حياتي، ما فيهاش أي نوع من أنواع القصة، ما فيهاش أي نوع من أنواع المنطقية، ما فيهاش أي نوع من أنواع التمثيل، كله زعيق وانفعالات، ومحمد رجب بيزعق وبيلطم وبيعمل فيها المونولوج اللي بيعمله في كل فيلم ده، قرارات غير منطقية وتحركات غير منطقية في القصة برضو محدش فاهم هي ممكن تكون اتعملت ليه. وبكل تأكيد الفيلم ده أنا مرشحوش لأي بني آدم في الدنيا عايز يحافظ على صحته النفسية. وبس كده أنا كده خلصت قائمة النهاردة، يا ريت تقولوا لي رأيكم، عايز أعرف في الكومنتات إيه أسوأ أفلام أنتوا شفتوها في حياتكم لدرجة إنكم مستحيل ترشحوها لأي بني آدم في الدنيا، وسيبوا لي رأيكم في الحلقة في الكومنتات. سلام.